السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الإعدادي. النهاردة عندنا مراجعة مارس من ملف استبهاد. عندنا 3 تيست هنحلهم النهاردة، وإن شاء الله يكون في أكبر قدر استفادة. أولا قال لي choose the correct answer. choose the correct answer. تعالوا نشوف أول جملة. along narrow passage in a building. يبقى ده ممر. hallway. 2. the antonym of the word unsure. ايه عكس كلمة unsure اللي هو غير متأكد؟ طيب غير متأكد يا شباب طبعا عكسها confident. confident اللي هو ايه؟ واثق. Let's go through to 3 sentence. اللي we add the suffix ly. يبقى احنا بنضيف ly to an adjective to form a or an space as in carefully. طب لما بنضيف ly للصفة على طول يا شباب دي معروفة بتتحول إلى adverb. adverb اللي هو ظرف. Sentence number 4. It is the parents not to take care of their children. take care يعتني بأطفالهم، يبقى مسؤوليتهم، يبقى مسؤولية الآباء أو الوالدان. يبقى it is the parents' responsibility. Number 5. No eating in class. no eating in class. دي يا شباب عبارة مكتوبة وقال لك is an important rule، يعني قاعدة مهمة جدا تفولو عشان نتبعها. Number 6. The waiter provided excellent. The waiter provided excellent. قال لي النادل أو الويتر provided بيقدم لنا إيه؟ طبعا service. good service during our meal. تعالوا كمان يا شباب نشوف الريرايت. الريرايت سهل جدا. أولا هو بيركز لي على الأمر أو النهي، فهنا لما يقول لي turn off وبدأ الحرف كابيتال يبقى هنا عايز إيه؟ عايز أمر. الأمر يا شباب أنا نحذف كل اللي قبل الفعل هنا ونبدأ من أول turn ونقول turn off the lights before you leave. يلا بينا يا شباب ننتقل إلى number 2. قال لي the hotel was cheap. It was very clean and comfortable. استخدم however. احنا however دايما يأتي قبلها full stop وبعدها كوما، وبتحط هنا ايه؟ however. طيب لما نيجي في الجملة دي هنحطها ما بين الجملتين ونقول the hotel was cheap، وهنا نضع full stop however كوما، نرجع حرف I في it إلى small. It was very clean and comfortable. تعال نقرا الجملة. بيقول لي الفندق كان رخيص جدا ومع ذلك كان نظيف ومريح للغاية. طيب تعال نستخدم while. while غالبا يا شباب بتأتي في بداية الجملة فبنقول while، بس خلي بالك احنا هنفصل ما بين الجملتين بكوما ونرجع أول حرفين في كل جملة أو أول حرف في كل جملة إلى small، فنقول while group work as effective. نفصل ما بين الجملتين ايه بكوما. some students work better alone. بس كده يا بيه. قال لي طيب تعالى نشوف نمبر 4. قال لي استخدم but. but يا شباب بتأتي ما بين الجملتين ولكن بنحط قبلها كوما طبعا للتضاد ومعناها لكن، فأقول I called him 3 times. على طول هكتب أول جملة زي ما هي I called him 3 times كوما but نرجع حرف ال H إلى small but he didn't answer ونكمل الجملة عادي خالص.
طيب ده كان التست 1. ننتقل يا شباب كمان إلى تيست 2. قال لي choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 ترك لي مسافة وقال لي are comfortable shoes، حذاء مريح. You wear for sports or walking، بنستخدمه للرياضة يبقى sneakers. ممتاز جدا. The word tidy، كلمة tidy مرتب. وعايز كلمة تاني similar in meaning، نفس المعنى. هل هي messy، crowded، dirty، neat؟ أكيد neat. تعالى عند number 3 يا شباب. قال لي the scientist tested a small، العلماء بياخدوا عينة من sample، من عينة sample of the river water. I have a tight today with many meetings، طالما في meeting يبقى schedule، جدول مواعيد. Number 5 the teacher said welcome، welcome يا شباب بعدها حرف الجر to، welcome to. Number 6 I wear my when I go for run، أنا بلبس إيه لما أروح للرن؟ سبورت برضه يا شباب. in the park يبقى برضه إيه؟ sneakers. ممتاز جدا. طيب ننتقل كمان إلى rewrite. قال rewrite the following sentence، استخدم لي don't، وdon't هنا نهي، فنحذف أي شيء قبل الفاعل ونبدأ don't. Don't talk while eating your food. بس كده بس كده. طيب بالنسبة however زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، قبلها فول ستوب بعدها كوما، ونضعها ما بين الجملتين، فبنقول traveling by plane is fast فول ستوب however كوما، الحرف الاي هنا يا شباب في it نخليه small، it is very expensive. طيب نيجي في نمبر 3 هنستخدم while دايما في بداية الجملة، نرجع أول حرفين إلى أول حرف في كل جملة إلى small، وما بين الجملتين كوما، فبنقول while science، بينما العلم is based on، يعتمد على أو يقوم على facts، بينما العلم قائم على الفاكتس. جملة ضدها نقول art، الفن is based on creativity، قائم على ايه يا شباب؟ على الإبداع، بينما الفن قائم على الإبداع. هنستخدم but نمبر 4. قال لي but قبلها كوما وتصل ما بين الجملتين، فنقول she studied hard but، هي ذاكرت بجد but she didn't، لكنها ايه بقى؟ she didn't get full mark. طيب ده يا شباب كان نهاية تيست 2، ويلا كمان ننتقل إلى تيست 3. choose the correct answer. something not allowed to happen by rule or law، ايه الحاجات يا شباب اللي ما ينفعش تحصل بالقانون او بالقواعد؟ قال لي forbidden، يبقى الكلام ده اسمه forbidden. مش هقول dangerous خطير، ولا unusual غير معتاد، ولا secret sir. forbidden معناها ممنوع، يبقى الكلام ده ده وصف او definition for this word. يبقى something not allowed to happen by rule or law is forbidden. تعالى نمبر 2 the antonym، عكس كلمة positive negative، إيجابي عكسها إيه؟ سلبي. 3 we add a suffix، إحنا بنحط suffix to the noun respect to form an adjective. إيه هو الsuffix اللي بنضيفه ل respect عشان نخليها صفة؟ respectful. respectful. نمبر 4 يا شباب I need check the، I need check the to see my lesson time. my lesson time a timetable. 5 the coach gave me useful، المدرب دايما بيدينا to improve my skills عشان نحسن من مهاراتنا، يبقى بيدينا نصائح tips. Number 6 we are preparing for the، احنا بنجهز لي school concert، حفلة المدرسة.
الفينيشت المنتهية past الماضي، old القديم، ولا upcoming القادمة. تمام. يلا يا شباب نشوف rewrite the following sentence here. قال لي ابدأ بhelp، يبقى عايز أمر مني، يبقى أحذف أي شيء قبل الفعل وابدأ بhelp، ونكمل الجملة عادي خالص. help your mother with the housework. number 2 قال لي استخدم however قبلها full stop، بعدها كوما ما بين الجملتين، ولكن الجملة التانية هنخلي الحرف small ونقول the apartment is modern. however ومع ذلك، بيقول لي إيه؟ الشقة حديثة جدا، ومع ذلك the building is very old، ولكن المبنى ماله very old قديم جدا. اللي عايزين نستخدم يا أستاذ وايل. وايل بتأتي في بداية الجملة وما بين الجملتين كوما، وكل حرف في أول جملة small، يبقى while some cats، بينما القطط are friendly. بينما القطط friendly يا شباب، قال لي إيه others، في آخرون مالهم بقى other can be very shy، في منهم اللي بيكون خجول جدا. طيب آخر شيء يا شباب نمبر 4 قال لي بط، نستخدم بط في الجملة دي، يبقى بط هنحطها في منتصف الجملتين ما بين الجملتين وقبلها كوما، فهنقول I love swimming، أنا بحب إيه السباحة. بعدها نحط إيه يا شباب كوما، فهنقول I am afraid of deep water. تمام يا شباب. طيب ده يا رجالة كان مراجعة من ملف ستيب أهيد، وأتمنى تكونوا استفدتوا بشكل أكبر وبشكل أفضل، وانتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.